السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هناء من قناة عالم هناء للخرز، شغل الهاند ميد فيها كل ما يخص الخرز. اللهم بارك، اكتر من 60 ورشة على القناة للشنط ترنجي جديدة، شرح بالتفصيل وما اروع. امشي ورايا غرزة غرزة وانت هتطلعي احلى شنطة واجمد شغل واحلى تشطيب. تمام؟ طيب، احنا النهارده هنعمل ايه؟ احنا النهارده هنعمل الجزء التاني من الشنطه الكيوته القمر اللي انتوا طلبتوها مني. تابعيني في الجزء ده علشان في تريكات وحركات وحاجات واسئله كتير، بدل ما تساليها تحت في التعليقات واتاخر عليكي في الرد، انا هقولها لك في الفيديو بتاعنا. هقولك ازاي نكبرها، ازاي نشطب صح، ازاي نعمل التقسيمه صح. كل حاجه هقولها لك في الفيديو بامر الله. تابعيني وواحده واحده، ما تجريش الفيديو واسمعي التفاصيل والتركات والحركات بتاعت طنط هناء. يلا بينا، يلا نبتدي مع بعض. تركيب اليد هتتركب في جسم الشنطة منها فيها. تمام؟ طيب، منين؟ شايفين الغرزة؟ انا مش عندي هنا غرزة هي اولانية، مش انا عندي 6 هنا، 1 2 3 4 5 6. انا عايزة الغرزة دي الاولانية دي، اول واحدة. تمام؟ هشتغل عليها. طيب، ادخلي كده في اول خرزة اللي هي الغرزة الاخرانية دي، ادخلي فيها اللي بالعرض اللي هي الستة دي، 1 2 3 4 5 6. تمام؟ وهبتدي اشتغل اليد بتاعتي عليها. هحط 3 خرزات واربط. تمام؟ هندخل في الخرزة اللي جنبيها دي، اللي هي بقى بالطول اهي. هنزل لتحت كده بالطول اهي. الخرزة دي شايفينها اللي بالطول دي، وهحط 2. تمام؟ همشي على نفس الخط اللي انا ماشيه عليه، يعني اهي خرزه همشي على اللي جنبها، هدخل في اللي جنبها واحط 2. تمام؟ اللي جنبها برضو انا عايزه اعمل يد على شكل مثلث كده. هقول لكم هتعرفوا المكان ازاي. هدخل تاني اللي جنبها كده، واحط 2.
تاني هدخل في اللي جنبها واحط 2. طيب انا عايزه اعرف انا المفروض اشتغل في الجهه دي كام واحده وفي الجهه دي كام واحده، لان انا عايزاها 7 كده، انا عايزه اعمل مثلث كده، كمل المثلث. طيب هعرف ازاي؟ بصوا معايا، شايفين الخرزه اللي تحت دي، الغرزه اللي تحت دي اهي، اللي تحت دي، شايفين الخرزتين دول؟ دي اطلع كده لغايه ما اوصل للخرزه اللي قدامها، يعني انا همشي كده لغايه ما اوصل للخرزه اللي قدام الخرزه دي، تمام اهو. هفضل ماشيه على نفس السطر كده لغايه ما اوصل للخرزه اللي قصاد السطر ده. واحد 2 3 4 5 6، وانا عايزه اوصل لدي، اطلع كده لفوق، يبقى اللي جايه دي اخر واحده اهي، تمام. هندخل على نفس السطر كده، تمام. هحط خرزتين اهو، تمام. يبقى كده اول جزء في السبعه اللي انا عايزاها. انا بقى هكمل كده، هكمل الناحيه التانيه كده، تمام. طيب انا بقى مش هنزل لتحت، مش انا كنت ماشيه كده، مش هنزل لتحت، انا هدخل في اللي جنبها على طول، دي اللي هي قصاد مين؟ قصاد الخرزه التانيه. انا عندي قلت لكم خرزتين تحت، هما دول اللي هيتعمل عليهم السبعه اللي انا عايزاها. هدخل في اللي جنبها دي كده، انا هدخل كده، هعكس بقى كده اهو، شايفين؟ انا همشي بقى كده، بحط 2، وبعدين اللي جنبيها السطر اللي انا ماشيه عليه ده.
هتلاقي نفسك اشتغلتي 7 غرز من الناحية دي و7 من الناحية التانية. اهو تمام. اخر واحدة في نفس المكان اللي انتي ابتديتي منه الناحية التانية. كده انا عملت 7 اهي. هشتغل عادي، احط 2 تمام. ادي كده ال7 بتاعتي اهي ابتديتها وعملتها. طيب اعمل ايه اللي فيه بقى شغلك كده؟ هدخل في الخرزة دي واحط 2 تمام. طيب انا عايزة بقى اعمل 7 تانية من هنا كده. هتدخلي في الخرزة اللي بالطول دي، احنا بنشتغل على الغرزة دي كلها. تدخلي في الخرزة اللي بالطول دي اهي تمام. هحط 2 اهي تمام. هكمل بقى، همشي على ايه الصف ده كده، على الخرز ده اللي بالطول ده. يعني انا دخلت في دي، هدخل بقى في اللي جنبها. وبعدين هخش في اللي جنبها برضو. احط 2 اللي جنبها تاني على نفس الصف. اشتغل على نفس الصف. تاني
اشتغلنا الاولانية دي 7 غرز، دول هيبقوا 6. 1 2 3 4 5، واحدة كمان يبقوا 6. تمام كده. ابتدي بقى اعمل الناحية التانية، ال7 بقى بتاعتي. هلف كده واشتغل الخرزة اللي قصادها كده. مش شايفة، بسم الله. هنا عملتي 6، هنا هتلاقيهم برضو 6. نمشي على نفس الخط. يا رب. انا ماشيه معاكم واحده واحده عشان ايه تيجي معاكم مظبوطه. تمام. هدخل في اللي جنبها كده. احط 2. هنكملهم ال6 على نفس الخط. كده 1 2 3 4 5. دي ال6 اللي هي الاخرانيه بقى. هتدخلي في الخرزه اهي، وبعدين تطلعي في اللي بالطول دي اللي احنا عاملينها. يبقى معاكي 3 خرزات، هتحطي عليهم خرزه، يبقى الرابعه.
بعد كده بقى هنعمل ايه؟ انا كده عملت اهي السبعه، شايفينها اهي، وادي السبعه اللي قصادها علشان اقفل بقى هنا وتديني شكل اليد اللي احنا عايزينها. طب احنا محتاجين بقى نقفل الجزء ده الاول، يلا نقفله. انا واقفه عند الخرزه اهي، شايفينها؟ خشي بقى هنا كده، وبعدين خشي في الخرزه دي الناحيه التانيه، يبقى معاكي 3 خرزات، هتحطي عليهم خرزه عشان اقفل اللي في النص ده. خرزه اهي واربط. تمام. الجزء ده بقى سهل يعني، هتنزلي في خرزه الخيط من يمين وشمال وتحطي خرزه، نزلت من هنا ونزلت من هنا، وهحط خرزه عشان اقفل الجزء اللي في النص. هعمل كده لغايه ما اوصل للجزء اللي في النص اللي هنا ده، عشان اوريكم ازاي هنقفله. بصوا انا قفلت كام بقى غرزه؟ 1 2 3 4 5 6. تمام. الغرزه السابعه دي بقى انا هقفلها ازاي؟ ركزوا بقى معايا. انا واقفه اهو، الخيط طالع الناحيتين من الخرزه بتاعه الغرزه السابعه الثابته، من الغرزه الثابته. تمام. هتيجي بالخيط اللي من تحت، هتلفي في خرزه 2، هتلفي بالخيط في الخرزتين دول، خرزتين 1 2، هيبقى معاكي 3 خرزات هتحطي عليهم واحده. تمام اهو، خلاص كده. بعدين بقى هحط الخيط بتاعي يمين وشمال في الخرز، من هنا ومن هنا، واحط خرزه، وهكمل على كده للاخر. هنزل بالخيط من هنا خرزه ومن هنا خرزه واحط خرزه، هكمل لغايه ما اوصل للاخر واقول لكم هنعمل ايه. بصوا انا قفلت الجزء ده زي ما قلت لكم، واقفين احنا فين بقى؟ واقفين على الخرزه دي. انا عايزه بقى اطلع بره، عايزه اطلع هنا عشان اكمل اليد بتاعتي. فانا هعمل ايه؟ هدخل بالخيط كده يمين وشمال اهو، تمام. وهعكس بقى الخيط في الخرزه اللي فوق دي، يعني هدخلهم جوه الخرزه دي، هعكسه الخيط بتاعي اهو، عشان يبقوا الاتنين طالعين من الخرزه اللي بره دي.